مساء الفل. ياسين منصور عايز يدي هديه لجمهور النادي الاهلي، وعايز يجيب لهم مهاجم نادي بيراميدز فيستون مايلي. وقعد اتفق مع فيستون مايلي هو ووليد صلاح الدين وسيد عبد الحفيظ ان فيستون مايلي يجي الاهلي بعقد لمده 3 سنين. اول سنه 2.5 مليون دولار، وال 2.5 مليون دولار دول هياخدهم كاش اول سنه. وبعد كده من بدايه السنه الثانيه والسنه الثالثه، من بدايه السنه الثانيه هياخد 50% من قيمه عقده، والسنه الثالثه برضو من بدايتها هياخد 50% من قيمه عقده. فيستون مايلي موقف العرض على ايه؟ على ان هو مستني بيراميدز، هيشوف عرض بيراميدز الاول. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو طالب 3 مليون دولار في الموسم. الحاجه الثانيه واقفه من ناحيه النادي الاهلي ان كابتن سيد عبد الحفيظ عنده راي تاني خالص، بان فيستون مايلي لعيب برضه ستيل سنه كبير. فهو شايف ان لا، ان احنا نقدر نجيب مهاجمين تانيين افضل، العمر يبقى اقل شويه، ويقدروا ان هم يجيبوهم برضه بفلوس اقل من ال 3 مليون دولار اللي ممكن هو طالبهم في الموسم. الدنيا هترسى على ايه لحد دلوقتي مش ثابته، بس في مفاوضات. وبعد ما المفاوضات دي تمت، بيراميدز دخل في 2 لعيبه عند النادي الاهلي، هنقول لهم بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا.